مفيش حاجة بتحرك المصريين وبتديهم أمل قد الكورة. من ساعة ما مجدي عبد الغني جاب جونه التاريخي وحطها تحت شمال في باليرمو، والمصريين كلهم بقوا بيحطوها تحت شمال. ده غير المئات اللي سموا ولادهم مجدي. ولما الأسطورة عملها ورقص باكات تونس بكعب رجله، المصريين بقى عندهم اعتقاد إنهم ممكن يعملوا أي حاجة. محمود الجوهري لما وصلنا كأس العالم سنة 90 خلانا كلنا ننزل الشارع ونحتفل لأول مرة بالملايين مع بعض، وبقت عادة. ولما حسام إبراهيم حلق وحلقتهم إياها في التسعينات، نص توائم مصر عملوا نفس الحلقة. عياط إبراهيم حسن يوم ماتش إنجلترا لما خرجنا من كأس العالم خلى كل مصري يصحى تاني يوم نفسه يبقى أحسن. جون أبو تريكة العظيم في الصفاقس ادانا أمل في بكرة وعرفنا كلنا إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. ومن ساعة ما الحضري طلع رقص فوق العارضة بعد فوزنا بالكاس، والمصري بقى يطلع ويتغلب على أي حاجة. جون طاهر أبو زيد في المغرب سنة 86 جمعنا كلنا وخلى الناس كلها فتحت بيوتها لبعض. ولما مصر فازت بكاس أفريقيا سنة 86 كل قهاوي البلد وزعت كوكاكولا وببلاش كمان. ولما حسن شحاتة رفع كاس أفريقيا 3 مرات ورا بعض خلى ربيع ياسين ورجالته هدفهم كاس العالم للشباب 2013. الكورة بتقرب الناس وبتحببهم في بعض وبتديهم أمل. وعلشان كده كوكاكولا راعي المشجع المصري.